السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله جدا جدا جدا، بس اعذروني والله انا تعبانة. والله العظيم تعبانة، داخلة اهو على حوالي شهرين وانا تعبانة والله. رحت عملت العملية اللي هي القسطرة في القلب و... وبعد كده تعبت بالجرثومة، وبعد كده انيميا، وبعد الدنيا متبهدلة بيا قسما بالله العظيم. عمالة اقوم من هنا انام هنا، اقوم من هنا انام هنا، وربنا يلطف بعبيده. السنة الجديدة جاية عليا الحمد لله يا رب. ادعوا لي انتوا بس بالشفاء، ودعواتكم ان شاء الله ربنا هيستجابها وهيخففني ان شاء الله باذنك يا رب. ان شاء الله هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة مع بعض انا عملت قبل كده شوربة خضار، بس شوربة الخضار مهفتاني خالص. النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة بالبشاميل، ونعمل فراخ مقرمشة. انا حطيت المكرونة اهي تتسلق، وهنا شوية زيت اهم للبصل. انا فرمت البصل اهو، هحطه بقى في الزيت يتشوح كده، وهرمي عليه اللحم. هنعمل ان شاء الله مع بعض خطوة بخطوة باذنك يا رب. هفاصل ونواصل. حبايبي رجعت لكم، البانيه اهو غسلته خليته زي الفل. هحط بقى عليه شوية البصل المفرومين دول، واحط التوابل وارجع لكم هوريكم التوابل وهي على البانيه. بص حبايبي، انا حطيت التوابل اهو. حطيت شويه كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسمر. حطيت كاري او كركم. حطيت كيسين اللي هما الصغيرين دول كاتشب، وحطيت معلقه ملح صغيره. هجيب بقى بيضه واقلبهم عليها، ونقلبهم سوا ان شاء الله. اهم يا حبايبي، حطيت شويه البصل عليهم وحطيت بيضه. هقلب بقى كل التوابل دي والحاجات دي في بعضيها، واسيبها حوالي نص ساعه قبل ما اخلص صينيه المكرونه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي اهم قلبتهم في بعض كلهم اهم. هركنها بقى شويه، هركنها لمده نص ساعه. هي المفروض تبيت في التتبيله، بس انا ما كنتش اعرف ان العيال جايه. هسيبها بقى كده نص ساعه قبل ما اخلص المكرونه، صينيه المكرونه ادخلها الفرن، وهبتدي بقى ان انا ايه اغلفها بالفيجيتار. فاصل ونواصل. بصوا يا حبايبي، انا عملت البشاميل اهو. انا حطيت معلقه زبده وشويه زيت، وحطيت حطيت حوالي المعلقه اللي احنا بنغرف بيها كبيره. حطيت 5 معالق عشان الصينيه اللي هعمل فيها صينيه المكرونه كبيره. فدي الحله اهي مليانه اهي بشاميل. وحطيت اللبن، ابتدت تتخن اهي. معلقه السمنه ساحت والزيت سخن. رحت حاطه الدقيق، حمصته شويه في السمنه، ورحت حاطه اللبن بس اهو. وتقلبي بمضرب علشان خاطر المعلقه ممكن يكلكع منك، انما المضرب ما يخلوش يكلكع. اللحمه اهي خلاص طفيت عليها، والمكرونه اتسلقت، وادي البشاميل. هدخل بقى صينيه البشاميل في مكرونه في الفرن، واعمل بقى ايه صينيه بطاطس صغيره، عشان عندي حد ما بيحبش المكرونه لوحدها، بيحب معاها بطاطس، بيحب ياكل جنب المكرونه البشاميل صينيه بطاطس. هعمل له صينيه صغيره كده ان شاء الله. ماشي حبايبي، فاصل ونواصل. بصوا حبايبي، الصينيه اهي فرشت فيها اللحمه. هحط بقى الجبنه الموتزاريلا اهي يا حبايبي. الجبنه عشان اللحمه قليله، هنتوصى بالجبنه شويه. بس يا رب تطلع حلوه، انا اول مره اجرب نوع الجبنه ده.
هرشها يا حبايبي وارجع لكم. بصوا حبايبي اهي كفايه كده. احط بقى بقيه المكرونه واحط البشاميل وارجع لكم. حطيت طبقه المكرونه التانية اهي يا حبايبي. هكب بقى عليها على الوش كده البشاميل وادخلها بقى الفرن، وابتدي بقى اعمل شويه البطاطس. حبايبي الصينيه اهي عبيتها خلاص، عملت الوش، حطيت البشاميل ودخلتها الفرن اهي. هنسيبها بقى في الفرن لما تاخد وش. حبايبي البطاطس اهي، قشرت يجي كيلو الا ربع بطاطس، على بصلتين، على حوالي نص كيلو طماطم، على التوابل فلفل اسمر وكمون وملح وشويه كزبره وقلبين ماجي وشويه زيت. هنسيبها بقى تستوي. بصوا حبايبي دي صينيه المكرونه اهي، دي صينيه البطاطس، وده البانيه اهو. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي.